تتلو كتاب الله فلا تتلذذ به وتقوم خلف الإمام؟ لماذا في رمضان سوق الأئمة الذين ينقرون نقرا ويسرعون في الصلاة سرعة لربما أخرجها عن حكمة مشروعيتها؟ لماذا يقوم الناس يبون يصلون بسرعة؟ وتجد بعضهم يقرأ في أول يوم 5 أجزاء. أما والله لو قرأت 5 أجزاء في رجب وقمت الليل في رجب ولا زال إيمانك يستمر إلى شعبان، إذا دخل رمضان ستدخل وقد ألفت الطاعة وتذل وقت حلاوة الإيمان. لذلك لا بد في رجب من عسف المهار. أحبابي الآن الذين يريدون أن يركضوا، أصحاب الماراثون، أصحاب العدائين، قبل أن يركض يسوي عملية إحماء واستطالة للعضلات. لو ركض دون أن يحمي قدميه وعضلاته يجيه شد عضلي يجعله يجثو على ركبتيه في الأرض. نحتاج إلى تدريب العضلات الإيمانية حتى إذا وصلت إلى رمضان فإذا قيام الليل قد ألفته، إذا أتت العشر الأواخر، إذا أنت لا تطيق الدنيا بل تخلو بربك معتكفا منكسرا تهرب من الدنيا. لماذا الاعتكاف على بعضنا شاق؟ أما لو كان يضمر جياده من رجب فكان إذا صلى الفجر جلس حتى ترتفع الشمس، وإذا أتت ساعة الجمعة من العصر إلى المغرب وهو يدعو الله جل وعلا ويبكر للصلوات ويبكر للجمع، ويدخل صلاة الجمعة من 7 والنصف. أعتقد أنه إذا وصل إلى رمضان إذا هو يحتقر أعمال العام الماضي. ما ختمت في العام الماضي إلا 2 ويلوم نفسه. بعضنا المصحف أول رفع له وبداية ختمة جديدة تبدأ في رمضان لن تستطيع تواصل إلى الأخير. كيف أصنع؟ تدرب في دورة مدتها 2 شهر، هذا الشهر والذي مضى منه 9 أيام، والشهر القادم وهو شهر الغفلة، شهر بين رجب ورمضان يغفل فيه الناس كما قال عليه الصلاة والسلام. نحتاج معاشر الأحباب أولا إلى الكف من الذنوب، ثم تدريب الإنسان على قيام الليل. درب نفسك من الليلة، صلي 1 ركعة ثم زدها 3 الوتر، ثم 5 ثم 7 ثم 9 إلى أن تصل إلى 11 أو 13. فإذا ألفت هذه الصلاة وكنت تقوم بالقرآن ومعك المصحف وتختم في قيام الليل ختمة، إذا أتى رمضان ستقول للإمام ألا تطيل القراءة؟ بعضنا يجي الإمام يقول ترى كسرت ركبنا وخربت مواعيدنا يا أخي لا، ما نريد أن نسمع القرآن كله يا عبد الله. والله لو ألفت تلاوة القرآن في جوف الليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أولئك الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لو كنت معهم وتتقلب في تلك الليلة وأنت تناجي الله لترى أن صلاة الإمام الذي يصلي بك في رمضان أنها صلاته نقر، وأنك لا ترضى بهذه الصلاة. والبعض يصلي ثم يواصل مثنى الليل كله ما ارتوى من قيام الليل لأنه تعود عليه في رجب وفي شعبان.